السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم. الفيديو ديال هذا النهار هذا غادي نصاوب معكم فيه هذه الحليوه هذه خفيفه ظريفه ديال ضياف الغفله. ما كتاخذش منك بزاف ديال الوقت، دغيا كتوجد. ها نتوما البنات، راه ساهله ماهله. غنحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. ها نتوما البنات، غنحل معكم وحده باش تشوفوا كي دايره من الداخل. هانتوما كتجي زوينه في المذاق، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ويلا دوزوا معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه. هانتوما البنات، هنايا عندنا نص كيلو ديال الكوك. هاد الكوك راه طحنته، يعني شديته وطحنته. هنايا عندنا زدت معاه واحد 5 دراهم ديال النكهه ديال الفرامبواز. صافي كتزيدوها عليها البنات وكتبقاو تدخلوا هذيك النكهه غير بحال هكا، يعني غير بيديكم هكا حتى كيتلون كامل. منها كتعطينا هذيك النكهه واحد اللوين، ومنها كتعطينا حتى المذاق. ها نتوما تقدري ديري بالنسبه للنكهه البنات، تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو، يعني ممكن تستعملوا نكهه البيستاش، ممكن تستعملوا ديال البرتقال، ديال المشماش، اي نكهه بغيتو ممكن تستعملوها، ماشي بالضروره هذه ديال الفرامبواز، على حسب كل واحد والمذاق اللي كيعجبو. صافي غنخلطوها بحال هكا شويه مع الكوك هكا، وعاد غادي نجمعو بالنستلي. هاد الحلوه البنات ساهله و ما غاديش نقول اقتصاديه، دغيا توجديها. غادي ندير نستلي، كنجمعها غير بالنستلي، يعني ما كنجمعش، ما كنديرش شي حاجه وحده اخرى، غير الكوك والنكهه ونستلي فقط. وبطبيعه الحال الطريقه ديال الملحه هذه ضروريه، يعني في اي حاجه. صافي غادي نجمع داك الكوك ديالي. هنايا تقريبا نيت نص كيلو ديال الكوك، كيكفاني ليه كوطي ديال نستلي، يعني نستلي واحد كيجي واعر. صافي دابا غادي نجمع ان شاء الله هذا الخليط ديالي، غنمشي معاه بشويه حتى نجمعو ونرجع معكم ان شاء الله. البنات خلطت الخليط ديالي ودرت منه كويرات. انا درت فيهم، المهم درتهم صغيورين ماشي كبار بزاف، درت فيهم 10 غرام 10 11 غرام. هانتوما ها هو الخليط ديالي. غير هي واحد الملاحظه، راه ممكن كاين جوج ملاحظات. الملاحظه الاولى هي ان الا بغيتو تستعملوا، الا زعما كنتو غديروا هذه الحلوه، فمن الاحسن تستعملوا الكوك ميدم احسن، يعني حيت انا ديجا جربتها بالكوك ميدم ودابا جربتها بالكوك عادي، فالكوك ميدم احسن. ثاني حاجه، وهذه نيت ملاحظه داخله في ملاحظه، حيت المره الفايته فاش جمعتها بالكوك، فاش درتها بالكوك ميدم، نص كيلو ديال الكوك جمعوا ليا قوطي ديال نستلي كيف ما قلت لكم. هاد المره مع الكوك غير عادي، درتها غير بالكوك عادي، فما كفانيش هذاك القوطي ديال نستلي، واضطريت انني نزيد واحد شويه ديال العسل باش يتجمع ليا، زعما ما يبقاش مفرتت. ها نتوما واخا كيبان لكم هكا مفرتت شويه، لكن ملي كنجمعو بيديا راه كيتجمع. لكن حيت درت ديك المره الكوك ميدم جاني مجموع مزيان، يعني القوطي ديال نستلي كفاني وجا مجموع مزيان. من الاحسن يعني تستعملوا الكوك اللي ميدم. هذا ما كان. صافي غادي نسالي هاد الكويرات ديالي وكندخلهم للمجمد واحد شويه باش كيشدوا راسهم. من الاحسن واحد الساعه ديال المكانه باش ملي نديرهم في الشوكولاط دايب ما يديفورماوش ليا، بقاو هكا دوائر. صافي وغادي نجبدهم ان شاء الله وندوزوهم في الشوكولاط ان شاء الله. هانتوما غتشوفوا الطريقه. هانتوما البنات، بالنسبه لهذا الشكل هذا راني ساليته، وسمحوا لي بزاف المقطع ديال فاش كنت غادي نغطسو في الشوكولاط وديال التزيين، كنت حاطه الكاميرا كنصور، ولكن صحابي واش كنصور ساعه ملي ساليت لقيت راسي ما صورت والو. المهم كتوقع، سمحوا لي بزاف، ولكن راه ماشي شي حاجه زعما اللي مهمه. صافي كدوبي الشوكولاط عادي وكتغطسي فيه الكويره ديال اللي كواتي ديال الكوك، وكديريها في الكويرطاس. من بعد كتزينيها هكا بالشوكولاط بيض من الفوق، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال نتيا اللي بغيتي.
صافي هذا الميكرو تخليه يشد راسو، ها هو موجود كيف ما كتشوفوا، راه كيجي زوين البنات بزاف، حتى في المذاق ديالو كيجي زوين. وكيف ما قلت لكم شي حاجه خفيفه ظريفه ديال ضياف الغفله، واللي حتى الصغار هكا وليداتنا علاش لا كيبغيو ياكلوا الشوكولاته وكيبغيو ياكلوا هكا شي حاجه اللي هي حلوه، شي حاجه اللي مصوبه في الدار راه احسن من واحد الحاجه اللي هي مشريه في الزنقه ما عرفتيش كاع شنو فيها. نتمنى كيف ما كنقول لكم ديما تكونوا استفدتوا معايا ولو بشويه، وان شاء الله نتمنى نقدم لكم ان شاء الله مستقبلا حويجات زوينين واللي تستافدوا منهم ونكونوا عند حسن الظن ان شاء الله يا ربي يا كريم. يلا شكرا لكم على المشاهده، وحتى الفيديو جديد ان شاء الله يا ربي.